الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث والعشرون من مجالس قراءة كتاب صور من حياة الصحابة رضوان الله عليهم للدكتور عبد الرحمن رأفت باشا رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا عند سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. نعم، سلمة وما أدراك من سلمة. تفضل يا فضيلة الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا. علمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ رحمه الله: سلمة بن الأكوع. كان سلمة بن الأكوع من أشد الناس بأسا وأشجعهم قلبا ويسبق الفرس عدوى. هذا مشهور عنه أنه سريع العدو. نعم، بيسبق إنه صار إنه تسابق معه، تذكره ولا لا؟ صار إنه تسابق مع الخيل وسبق الخيل. هل يعني هو فارس ركب على خيل وركض وهو ركض على رجليه سبقه رضي الله عنه. هل أتاك في إحدى السرايا يعني بالعامية عجب على المشركين، لخمهم من كثر ما يكر ويفر عليهم لحاله على مجموعة من المشركين. نعم، تفضل. هل أتاك نبأ سلمة بن الأكوع؟ إنه أعجوبة من أعاجيب الدهر ونادرة من نوادر الزمان. فهو عداء لا يسبق، ورام لا يخطئ، ومقدام لا يهاب، ومغامر لا تنتهي عجائب مغامراته. تقرأ أخبار بطولاته فيخيل إليك أنها ضرب من الأساطير، وما هي بالأساطير؟ فقد رواها الشيخان مسلم والبخاري وأثبتاها في صحيحيهما. كان لسلمة بن الأكوع في مكة أموال وعقار. نعم. فاعتنق الإسلام وهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخلف وراءه كل ما يملك، وجعل يعمل في المدينة سائسا ليش شائسا؟ نعم، سائسا في الحاشية. السائس الذي يقوم على ترويض الخيول ورعاية شؤونها. السائس. نعم. وجعل يعمل في المدينة سائسا لفرس طلحة بن عبيد الله لقاء طعامه، فما كان يريد من الدنيا غير لقيمات يقيم بها صلبة ويستعين بها على طاعة الله والجهاد في سبيله. هذا هو الأصل. المسلم فكره في أمرين، هم أمر واحد بالآخر بس للتأكيد: طاعة الله عز وجل والجهاد في سبيل الله. حياتك هو كلها جهاد، هذا هو الأصل. لا ينتهي الجهاد إلى أن تقوم الساعة. نعم. ولعلك أيها القارئ الكريم قد نزع بك الشوق إلى سماع طرف من أخبار هذا الفارس والوقوف على بعض عجائبه، فإليك شيئا منها. هات. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1500 من أصحابه، فيهم سلمة بن الأكوع يريد العمرة. فلما بلغ قريشا نبأ خروجه قامت له تريد أن تصده عن البيت الحرام يمنعه. نعم. فنزل عليه السلام بمن معه في الحديبية، وأوفد عثمان بن عفان إلى مكة سفيرا بينه وبين قريش. لكن الأخبار ما لبثت أن جاءت بأن قريشا قتلت عثمان، فعزم صلى الله عليه وسلم على حربهم، ودعا المسلمين الذين معه إلى مبايعته على القتال والموت. قال نعم. لاحظ أنه إيش هذا شخص واحد، وشيع يعني لسه ما تأكد خالص، وشيع أنه هذا الشخص قتل رضي الله عنه وارضاه. شوف دم المسلم قديش عظمته محرم. انه لو شخص واحد وشيع انه دمه أريق من مشرك، استنفر الجيش كله النبي صلى الله عليه وسلم. 1500 استنفرهم. خلاص احنا بيع على الموت، نأخذ بدم عثمان، يعني إذا جاز تغير بثأر دم عثمان رضي الله عنه، مش لأنه عثمان رضي الله عنه وهو يعني معروف من عثمان، لكن لأنه أي مسلم يعتدى عليه من مشرك يجب على المسلمين أن يأخذوا بدمه بحقه. أي مسلم، مش مسلمين، مش آلاف المسلمين، أي مسلم. هذا لازم يفهموا الجهلة اللي بيتكلموا أحيانا في القضايا الجهاد وغيرها، وبيغلب الجانب اللي هو بظنه عقلي على الجانب الشرعي. ونحن نعيب على أهل البدع من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم أنهم يقدمون العقل على النقل، العقل على الشرع، صح؟ وانت هون قاعد بتغلب العقل تبعك الفاسد على الشرع. الشرع بيقول لك يجب أن تأخذ بدم هذا، إنك تثأر له أو تحرر هذه الأرض اللي يجب عليك المسلمين أن يحرروها، وانت حضرتك بعقلك الفاسد بتقول لا ما يجب، وتصير تختلق الأعذار، فضلا عن إيش اللي هو الأدهى والأمر، الطعن على من يقوم بهذا الواجب اللي انت متخاذل عنه. فتخيل دم واحد النبي صلى الله عليه وسلم استنفر له جيش كامل 1500،
وين استنفارك؟ بدل ما تأمر بالاستنفار لمن بيده الأمر، تخذل المسلمين عن الدفاع عن المسلمين وعن تأييد المسلمين وعن الدفاع عن أرض المسلمين ودماء المسلمين. فهذه ملاحظة كررناها لكنها مهمة جدا جدا، كررناها قديما وحديثا. طيب، والآن وقعوا في هذه الأسف من وقع في الفتنة، نسأل الله العافية. نعم. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: لما دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مبايعته عند الشجرة بايعته أول الناس، ثم طفق المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ نحو من نصف الناس التفت إلي وقال: بايع يا سلمة. فقلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس. قال: وأيضا فبايعته الثاني. يعني وأيضا يعني بايع مرة ثانية. وعند ذلك رآني عليه السلام. وهذا ايش؟ دليل على مقام ومكانة هذا الصحابي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن ينبه إلى مقامه وكأنه غيره ببايع وبيع، هو بيعتين، أنه هو عنده له قيمة أعظم من غيره من الصحابة المجاهدين رضي الله عليهم أجمعين طبعا. نعم. وعند ذلك رآني عليه السلام أعزل من السلاح فأعطاني ترسا أحتمي به، ثم جعل المسلمون يبايعونه حتى إذا بلغ آخر الناس التفت إلي وقال: ألا تبايعني يا سلمة؟ فقلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي وسطهم. قال: وأيضا فبايعته الثالثة. ثم نظر إلى يدي وقال: أين الترس الذي أعطيته؟ فقلت: يا رسول الله لقيني عمي عامر فوجدته أعزل فأعطيته إياه، فضحك صلى الله عليه وسلم. قال سلمة: ثم إن المشركين يراسلون بالصلح فاصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض، فأتيت شجرة وكنست ما تحتها من شوك واضطجعت في ظلها، وما هو إلا قليل حتى أتاني 4 من المشركين فعلقوا أسلحتهم على الشجرة واضطجعوا قريبا مني وجعلوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم وتحولت عنهم خوفا من أن أستثار فأبدأهم بقتال. وبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين يا للمهاجرين. نعم. هكذا بالعيش أسلوب الاستغاثة، أسلوب استغاثة. طيب ثواني سكر. أسلوب استغاثة لطلب النجدة، يا للمهاجرين. نعم. لقد قتل المشركون ابن زنيم فامتشقت السيف في خلاص أنا هو أصلا منتظر أي شيء عشان يقاتلهم، ما صدق يسمع إنه هم نقضوا العهد، قتلوا شخص. فامتشقت السيف في يميني وأثبت على أسلحتهم فجعلتها حزمة في يساري. الله أكبر. وشددت عليهم شددت ماشي شددت عليهم طيب شددت عليهم قبل أن ينهضوا. شددت عليهم يعني ابتدأتهم بالقتال، يعني سبقتهم. كل ذلك شددت عليهم. نعم. كل ذلك في طرفة عين. ثم بادرتهم قائلا: والذي أكرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت عنقه. الله أكبر. ثم أوثقتهم وقرنت بعضهم إلى بعض وجئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى بأصحابه ومعه سلمة بن الأكوع حتى بلغ المدينة. تخيل 4 هو واحد، 4 لمهم كلهم، لما استهدتهم وربطهم جابهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما إن استقر بها يعني بتقول ليش النبي صلى الله عليه وسلم بايع 3 بيعات؟ عارف مين بايع. نعم رضي الله عنه. وما إن استقر بها قليلا حتى أمر غلامه رباحا أن يخرج بإبله ليرعاها في البادية، فعزم سلمة على أن يخرج معه ليرعى فرس طلحة بن عبيد الله أيضا. توشح سلمة بن أكوع قوسه وحمل نباله وانطلق هو وصاحبه حتى بلغا مكان شمالي المدينة يقال له الغار، فأراح فيه سوائمهما اللي ترعى مش ترعى من الأرض. نعم. وباتا هناك ليلتهما. وفي الهزيع الأخير من الليل استيقظا على كتيبة من فرسان غطفان عدتها 40 فارسة أغارت على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقتها وقتلت ولدا لأبي ذر الغفاري كان عند الإبل. قال سلمة بن الأكوع عند ذلك: قلت لرباح: خذ هذا الفرس وأده إلى صاحبه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أغاروا على إبله. ثم التقيت أكمة فوق ثنية الوداع واستقبلت المدينة وناديت بأعلى صوتي: وأصباحه 3. يعني قال وصباحه وصرخ طبعا وصباحه ينذرهم أنه صار في ناس من المشركين هجموا على أموال المسلمين. نعم. ثم خرجت أعدو في إثر القوم حتى غدوت غير بعيد منهم، فوترت قوسي ورميت واحدا منهم بسهم فاستقر في كتفه، فقلت: خذ وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضاع. ثم طفقت أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضاع. نعم. ثم طفقت أطردهم وأرميهم وأنا أرتجز، وكانوا في كل مرة يخلفون وراءهم بعضا من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجعلها خلفي وأمضي في إثرهم
فإذا رجع إلي فارس منهم يريد قتلي كففته عن العدو، والتمست شجرة وتترست في جذعها وجعلت أرميه فيرتد عني. الله أكبر. ثم ما زلت أطردهم حتى دخلوا في طريق ضيق يكنفه جبلان. نعم. فتسلقت أحدهما وجعلت أهيل عليهم الحجارة من أعلى فتتساقط فوقهم وبين أيديهم وأرجلهم، ثم ما فتئت أتبعهم حتى لم يبق شيء من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلوا بيني وبينه وجعلته ورائي. يعني هي سريع لحاله الله يرضى عنه. نعم. لكن ذلك لم يثني عن مطاردتهم. ما أنت لسه ما خلصش كمان، أخذ الإبل لا بده يكمل عليهم. فأخذوا يرمون أثقالهم ليتخففوا منها، فألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا، فكانوا كلما طرحوا شيئا جعلت عليه علامة من الحجارة حتى يهتدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفته ورائي. يا أخي عبقري هذا رضي الله عنه. ثم أدركهم وأدركني الإعياء، فجلسوا واستريحون ويتغدون، وجلست على رأس جبل غير بعيد. يتغدون يعني يأكلوا طعام الغدوة اللي هو أول النهار، اللي احنا بنسميه عكس اللي هو الفطور. طعام الغدوة طعام أول النهار، فهو لأنه أصلا من قبل أول الليل، لما قال لك الهزيع اللي هو الأخير من الليل يعني آخر الليل، فصارت السرية كانت من قبل الفجر ده بعد الفجر، فلما تعبوا أول النهار فبأكلوا قاعدوا يأكلوا. طيب وجلست على رأس جبل غير بعيد عنهم أنظر إليهم وأرقبهم، وفيما هم كذلك أتاهم رجل من قومهم ونظر إلى ما حل بهم فقال: ما هذا الذي أرى؟ فأشاروا إلي وقالوا: لقينا من شؤم هذا الرجل ما لقينا، والله ما فرقنا منذ الغلس وهو يرمينا حتى انتزع منا كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم 4، فصعد إلي 4 منهم، فلما اقتربوا مني بحيث يسمعون كلامي قلت لهم: هل تعرفونني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قلت: أنا سلامة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. ما بدأش حدا منكم يلحقني، وأنا لو بدي أجيب أي واحد فيكم أجيبه من الآخر. فقال أحدهم: أنا أظن ذلك. أنا بعرفك، أنا أظن أنك فعلا هذا الكلام صحيح. ثم رجعوا عني، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبلوا من المدينة، فإذا أولهم الأخرم الأسدي، وعلى إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن أسود الكندي رضي الله عنه. طبعا لما تسمع هذه الكلمات الأسماء ما بذكروها عبثا في السيرة، طبعا حتى يدلك على سرعة الاستجابة لهؤلاء قبل غيرهم. هذا من فضلهم أنه أول من استجاب لنداء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تلبية لنداء سلام، فكانوا هم الأوائل استجابة وإقداما، لأنهم جايين على حرب أصلا، يعني لاحقين كتيبة مش لعبة، فأول ناس في الوجه كان. فاسماء هاي ما يعني تظن أنها تأتيك عرضا، لا، مقصودة أنها تعرف فضيلة هؤلاء. نعم رضي الله عنه. حتى الأسماء يعني مش سهلة، نعم معروفين يعني بالنسبة المقداد بن الأسود، بس الأخرم بجوز مش مشهور رضي الله عنه، أما أبو قتادة والمقداد مشهورين معروفين. نعم. فما إن رآهم القوم حتى هبوا وولوا مدبرين، فهم الأخرم بأن يلحق بهم، فأخذت بعنان فرس. بالعمد هذا الرجل لغوي، تتذكر لما بدينا بالكتاب، فكل تشكيلة قاصدها وكل كلمة حتى هذا. لذلك هذا كان مقرر يدرس للطلاب الصغار في المدارس المتوسطة بالذات يعني والابتدائية، حتى ينمي لغة القوم اللي هم الطلاب. فكان يعني هو يختار مصطلحات سهلة ممتنعة ترفع بلغة الطالب وبلاغة الطالب، عشان كان مقرر. معنا المقررات فيش منها للأسف يعني. وذلك يعني هذا الكتاب حكينا احنا، لكن مش مشكلة احكيها انه ايش من الجميل القصة الواحدة هي اللي نقرأ تأخذ معك 5 دقائق 10 دقائق، ربي الصغار عليها. يعني عندك هاي المجلدين شو ثمنهم 10 ليرات 20 ليرة، خليه ما بيصل 20 ليرة، خليه عندك كل ليلة اقرأ لابنك الصغير قصة واحدة، وعلى مدار السنة بجوز الكتاب كله ما تخلصه. ولو عدته مرة ثانية على الولد شو المشكلة؟ بتنمي لغته، تربطه في عقيدته، تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وبيعرف ايش الصورة الحقيقية للإسلام. هذا هو المطلوب، هذا التطبيق العملي للدين سواء مسلم أو غيره يعني. فهم قصد لغته بترتفع. وذلك كنا نرى قبل فترة كنا نشوف بعض المسابقات القديمة زي عمر الخطيب الله يرحمه وغيره، كان يقول بعض إخواننا: يا أخي كان الناس مثقفين، لأنه كانوا يقرأوا هذه الكتب، طبعا هذه وغيرها يعني، يقرأوا كل شيء يتعلموا.
يشوف الولد ابوه بيقرا وامه بتقرا وقبل الليل بيقرؤوه وكذا، سواء بطريق القصه بتعلم او بطريق الطريق العلمي. فانت احيي، اذا كان حكوماتنا الرشيده خربت التعليم، فانت احيي العلم عند بالذات العلم الشرعي، وهو اهم شيء، وهو المطلوب في الدنيا والاخره عند الاولاد بمثل هذه الكتب. طيب، فاخذت بعنان فرسه. ايوه، عنان فرس يعني مقدمته اللي هو ووقفت في وجهه وقلت له: احذر يا أخرم أن تلحق بهم فيقطعوك عنا وينفردوا بك، وتريث حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فقال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. فلا تحل، لا تكون مانع بيني وبين الشهادة. فلا تحل بيني. شوف الفرق بينهم وبيننا. الهدف عنده العكس، يموت في سبيل الله، مش أعيش. يعني انت على منطق اللي قلنا نحن قبل شوي، هذول العقلانيين، العقل الزائد تبعهم هذا اللي من كثر ما فاض علينا من مكارهه، مع منطقه هذا منتحر، مش هيك؟ صح. هذا منتحر، ترى تقاتل كتيب لحالك، وسلمة قدهم بس انت مش قدهم. اقول لك لا ايش؟ لا يقطعونك دوننا وينفردوا بك، ممكن يقتلوك او يسروك. فشوف، حلفوا بالله وشدد عليه باليمين انه ان كنت تؤمن بالله ورسوله واليوم الاخر اتركني، خليني اموت في سبيل الله. هذا بمنطق هؤلاء هذا منتحر. لكن بمنطق الدين الفهم الصحابه رضي الله عنهم، لا، هذا مجاهد في سبيل الله، يقدم روحه رخيصه ويقاتل في سبيل الله، ما يستطيع وما يقدر ان يفعل ويفعل على كل. طيب، شو قال له سلمة؟ قال سلمة: فخليت سبيله تركوا. نعم. فانطلق وراءهم حتى التقى مع مقدم القوم فعقر فرسه. يا سلام، شوف كمان فوق هيك عشان ما يرجع. يعني لو اشتد القتال بينه وبينهم، مثلا بده يتراجع يركب فرسه يهرب، لا، قتل الفرس انه مش راجع. لو شو ما صار. نعم. لكن هذا كر على الأخرم فطعنه طعنة أردته فخر صريعا شهيدا رضي الله عنه والله. قال سلمة: فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم إني تبعتهم بعد ذلك أعدو على رجلي حتى انفصلت عن فرسان المسلمين فما أراهم ولا أرى من غبارهم شيئا. فلما ما هو مشى لقدام، يعني بطلت لما يطلع وراه بشوف شجاج المسلمين من كثر ما هو سريع. نعم. فلما زنت الشمس إلى المغيب أرادوا أن يعني تخيل الزلمة، الله أكبر، من قبل الفجر الغلس وهو بيطارد فيهم لحد غروب الشمس، بس هيك منهم ولا تحب. يعني لما تعب ريح معهم على الغداء، لما أخذوا اللي هو طعم الفطور مفكش عنهم رضي الله عنه وارضاه. طيب، لما تغيب الشمس أرادوا أن يعدلوا إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ليرتووا منه، فلما رأوني في إثرهم تركوه فما ذاقوا منه قطرة. لك هذا حيجنن. ثم انطلقوا يسرعون وقد خلفوا وراءهم فرسين، فجئت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو وصحبه على الماء الذي دفعتهم عنه، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإبل التي استنقذوها منهم ووضع يده على كل رمح وبردة خلفوها وراءهم، وإذا بلال نحر ناقة وجعل يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. وسنام يا سلام يا جزء خبط. نعم. بس إيش المقصود في ووضع يده على كل رمح وبردة خلفوها؟ يعني تملك، يعني مو كان شو يسوي انت؟ لا، لما حكى لك كنت بديش ارجع، بدي اضل لاحق في القوم، كنت كل ما يرموا شغله احط عليها حجر علامه، فانا بس لما وضع يده عليها اخذها تملكها وجابها، جمعهم كلهم، يعني كل الغنائم هذه اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم جابها كلها وضع يده عليها. نعم. نعم. قال سلمة: ولما أصبحنا نودي بالرحيل. نودي بالرحيل. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يلا ارجعوا على المدينة. نعم. فأردفني الرسول عليه السلام وخلفه على ناقته الغضباء. نعم. وقيل إنه هو الإمام الحافظ العراقي أو السيوطي، واحد من أظن منهم السيوطي، ألف كتاب بس في من أردفه، أو نظم في من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه في والإرداف. الشيخ الله يحفظه غانم الأسدي الله يحفظه حط صورة وشو يعني الإرداف وكيف بكون على الجمل، حط صورة وكتب، يعني لأنه بعض الناس ما بيفهم شو يعني إرداف، فكر الإرداف إنه كيف هذا ما أخذ يركب وراه بالسيارة، لا، بكون اللي هو قائد الإبل أعلى من اللي وراه، بكون تحت سنامه ماي كما بقول، وبكون بينه وبين اللي قدامه في حاجز اللي هو خلينا نحكي الحلس تبع، مش ماشي الحلس تبع الجمل فبكون فيه خشبة يسموها مؤخرات الرحل، في خشبة من وراء الجالس وهو وراء الخشبة، فهو بكون مردف وراء القصد، يعني افتح على صفحة غانم الأسد الله يحفظه مختص في السر الله يجزاه خير. طيب، فأردفني خلفه صلى الله عليه وسلم على ناقته العضباء معروفة. نعم. ومضيت معه حتى بلغنا المدينة. صلى الله عليه وسلم. هنيئا لسلمة بن الأكوع أنه غدا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم
فمس جسده الله. جسد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهنيئا للإسلام فتاه الجريء المقدام. نعم. ورضي الله عن سلمة بن الأكوع أعجوبة الفرسان وسباق الخيول الصافنات. نعم رضي الله عنه وارضاه. أبو بصير بصير مش بصير، أبو بصير عقبة بن أسيد رضي الله ليش عنه. عندي ضمناها على لا، على الباء عندي؟ أبو هذا ما له دخل. نعم. أبو أنت ما بصير. قرأت لما قرأت سلمة ما قرأت تحت العنوان؟ لا قرأت. مرة كان سلمة بن الأكوع من أشد الناس بأسا وأشجعهم قلبا ويسبق الفرس عدوا. قرأتها. قرأتها خلاص أكيد. أبو بصير شفتها فكرتك ما قرأتش. على كل هذا طبعا جزء من حياة سلمة. فهو جاب يعني هذا الرجل مش بس عالم عادي، فقيه يعني عالم تاريخ، جاب لك الموقف اللي لسلمة اللي بيجذبك في السيرة في غزوة. يعني كنت عرفت غزوة ذي قرد وأحداثها وحفظتها وعلقتها بهذا الشخص ما بتنساها أبدا، في غزوة ذي قرد، وعرفت شو صارت أحداثها مع أنك أنت بتقرأ عن سلمة رضي الله عنه. وهذا من فقيه رضي الله عنه ورحمه اللي هو عبد الرحمن رأفت باشا الله يجزاه الخير. طيب يعني لو عاش لهذا الزمان اللي هو عبد الرحمن لرأى إن شاء الله لرأى مثل سلمة رضي الله عنه أجمعين. طيب أبو بصير عتبة بن أسيد رضي الله عنه. نعم. ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال. نعم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال هذا الكلام. حيجي الموقف اللي حكى فيه هذا النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة السادسة للهجرة خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة ب1500 من أصحابه نفس اللي ذكر قليل في السلام. نعم. ميممين وجوههم شطر المسجد الحرام. نعم. يريدون أداء العمرة. فما إن علمت بهم قريش حتى عقدت العزم على أن تصدهم عن دخول مكة مهما كان الثمن غاليا، لكنها آثرت أن يتم ذلك صلحا إذا وجدت للصلح سبيلا. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم منطقة الحديبية على بعد مرحلة من مكة وحط رحاله فيها طفقت السفراء تروح وتغدو بينه وبين قريش، وطال بين الفريقين التراجع والتفاوض، إلى أن جاء سهير بن عمرو سفيرا للمشركين، وصالح صلى الله عليه وسلم على أن يقفل عائدا إلى المدينة وأن يرجئ عمرته إلى العام القادم. معروف صلح الحديبية. نعم. شريطة أن يدخل مكة بغير سلاح، وأن يخرج منها هو ومعه بعد ثلاثة أيام، وأن يكون بين المسلمين وقريش صلح مدته 10 أعوام يسود خلالها السلام بين الفريقين. فعظم الأمر على المسلمين. نعم. الاستدلال في مثل هذا الصلح على عمليات السلام والتطبيع استدلال فاسد ما يفعله إلا إما منافق أو نسأل الله العافية فاسق زنديق. هذا السلام إذا جلس عليه الصلح قوة مع قوة، المسلمين بقوة وشوكي، والمشركين يعني مش سائدين عليهم، مش ظاهرين عليهم، لا قوي مع قوي سلام. ولذلك يروى أنه لما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي عنه لما بلغ أبواب فلسطين بيت المقدس فتلاقى الجيشين، فكان بعض الصليبيين له علاقة مع بعض المنافقين اللي في جيش المسلمين، فعرضوا ايش الصليبيين الصلح على صلاح الدين الايوبي. طبعا هذا صلح فاسد في ارض مغتصبه لازم ترجع للمسلمين. فقام واحد من هذول المنافقين شو قال الله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فغضب صلاح الدين الايوبي على ما يروى وسب لهذا الرجل، قال انت تخوفني يعني من هؤلاء؟ لا والله ما يتم الصلح الا ترجع بلاد المسلمين للمسلمين. القصد فما يستدل بمثل هذا ويحرف الدين باسم النصوص الشرعية بتحريفها، نسأل الله العافية، تحريف فهمها. طيب فعظم الأمر على المسلمين وكبر عليهم أن يصدهم المشركون عن بيت الله الحرام هذا الصد، وأن يبرموا مع قريش هذا العقد. وزاد الأمر قسوة على قلوب الصحابة الكرام أن سهيل بن عمرو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء من قريش إلى المسلمين مؤمنا من رجل أو امرأة رده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وأن من جاء من المسلمين إلى قريش مرتدا عن الإسلام لم يردوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مما أثار حفيظة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووثب إلى الصديق وقال يا أبا بكر، قال نعم، قال أليس محمد برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، قال ألسنا بالمسلمين؟ قال بلى، قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى، قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر في حزم الزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، وإني أشهد أنه رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. ثم مضى عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال
يا نبي الله ألست برسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني الله أبدا. قال عمر فما زلت بعد ذلك أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون الله قد عفى عني. هذا هو ما غلط، ما سوى معصية على فكرة. يعني شو يعني بيستفسر يا سيدي، لو فرضنا انه بيعترض اعتراض لانه فهم شيء معين وهو مش معصية، بيستفسر، ومع ذلك عمل لذلك اعمالا كما في بعض الروايات اساس ايش ربنا يغفر. والان بعض الناس بتوب من شغله، طبعا اذا كانت صحت توبته لانه بدها اخلاص وبدها ندم حقيقي على التوبه، وبتلاقيه ولا كانه يعني فعل شيء في جناب الله سبحانه وتعالى. لأن الله قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ولا بيعمل أعمال صالحات ولا شيء، ولا كأنه خلاص يعني كأنه اشترط الله أن يغفر له الذنب وخلاص يعني ضمن الجنة. هذا الفرق بين فهم الصحابة رضي الله عنهم حقيقة التوبة وحقيقة الدين، وكثير نحكي هذا الكلام فيه وفهمنا إحنا للأسف. عملت خطأ توب إلى الله، ومن تمام توبتك أنك تعمل الصالحات، الحسنات تذهب السيئات فاعمل الحسنات. فهذا اللي عمله رضي الله عنه. نعم، مع انه زي ما قلنا ما وقع في ذنب اصلا. نعم. ولما تم توقيع العقد بين النبي عليه السلام وقريش قفل صلى الله عليه وسلم راجعا الى المدينه، لكنه ما كاد يستقر بها قليلا حتى تعرضت ذمته صلى الله عليه وسلم ومواثيقه لاختبار قاس بسبب ابي بصير عتبة بن أسيد اللي هو قصتنا هذه. فلنترك له الكلام ليروي قصته المثيرة. الآن هذا جاء اللي حيحكي جاء بعد ما وقعوا، إذا جاز التعبير كلمة توقيع يعني، بعد ما أبرموا الاتفاق. أجى هذا إيش من المشركين بده يدخل في الإسلام. يا أبو بصير كنت رجلا من المؤمنين المستضعفين إذ لم يكن لي بمكة عشيرة تحميني أو رجال يجيرونني، وكانت قريش قد صبت علي صوت عذابها بسبب مفارقتي لدينها ونبذي لأوثانها. فلما أخذ المسلمون شد انتقام، ثم سنحت لي غفلة من قريش فاغتنمتها ومضيت فارا بديني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم من أمر صلح الحديبية إلا القليل. قال أبو بصير فمضيت أغيث السير نحو المدينة، يطير بي الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ويحدوني الحنين إلى العيش مع المسلمين. وما إن وطئت قدماي المدينة واكتحلت عيناي بمرأى الرسول عليه السلام حتى بعثت قريش بكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع رجل من بني عامر ومولى من مواليها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردني إليها عملا بشروط الصلح. قال أبو بصير ولم أكن أتوقع أن يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ما كنت فيه من البلاء والعودة إلى أسر قريش بعد أن نجوت منهم بنفسي وديني، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم التفت إلي وقال يا أبا بصير إن قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت من العهد، ولا يصلح في ديننا الغدر، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، فانطلق إلى قومك. فقلت يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ قال صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير انطلق، فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. قال أبو بصير فانطلقت مع رجلين حتى إذا كنا بذي الحليفة على بعد 7 أميال من المدينة، الحليفة نعم على بعد 7 أميال، جلسنا لنصيب شيئا من الراحة، فقلت للقرشي أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال نعم، وجعل يقص علي من خبره كيت وكيت، يعني كنت أسوق فيه وأقتل فيه وقاتل فيه. فأبديت له عجبي منه، فلما رآني أعجب من السيف هذا العجب قال انظره إن شئت. فلما صار السيف في يدي قلت في نفسي مشرك يقودني إلى المشركين ليفتنوني عن ديني ويذيقوني شر العذاب، والله لا أنقاد له ولا أمضي معه، لقد برئت ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلمني إليه، فما علي إذ قتلته. ثم سللت السيف من غمده وعلوت رأسه به وقتلته. فلما رأى المولى الذي كان معه مصرعه ولا هاربا من وجهي، فلم أتبعه إذ لم يكن لي به أرب، ومضى إلى المدينة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد. فلما رآه النبي صلوات الله عليه طالعا قال إن هذا الرجل مذعور أصابه فزع، لأنه شاف واحد بنقطع راسه قدامه. نعم. فلما انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له
ويحك ما لك؟ قال قتل صاحبكم صاحبي. قال نعم. أبو بصير والله ما برح الرجل من مكانه حتى طلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف الذي قتلت به القرشي، وقلت يا رسول الله قد وفد ذمتك وأدى الله عنك. قال وكيف؟ قلت لقد وفيت بعهدك وأسلمتني إلى القوم يدا بيد، ثم امتنعت أنا بنفسي منهم ونجوت بديني مخافة أن يفتنوني أو يعبثوا بي. فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من معه وقال ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه كتب رجال. لك مسعر حرب يعني بطلها وموقد نار، يعني مشعل حرب. نعم. فوقعت مقالته هذه من نفس موقعه. ثم أتبع أبو بصير يقول لم يكن في وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستبقيني عنده وفاء بعهده، ولم يكن في وسعي أن أعود إلى قريش بعد أن قتلت صاحبه، حيقتلوني. فمضيت حتى نزلت العيص على ساحل البحر في الطريق التي كانت تسلكها قريش في تجارتها مع الشام، وأقمت هناك. ثم ما لبث أن سمع المسلمون المحتبسون في مكة قول الرسول صلى الله عليه وسلم عني ويل أمه من مسعر حرب لو كان معه رجال، فجعلوا يخرجون إلي واحدا بعد واحد حتى بلغنا نحو من 70 رجلا، وكان أول هؤلاء خروجا إلي أبو جندل عبد الله بن سهيل بن عمرو. هذا اللي أصلا رجعوه لما عقدوا العقد جابوا موثق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجيز لي هذا، قال له لا ما بمشي العقد إلا لما يرجع هذا اللي هو ابن سهيل نفسه اللي كتب العقد، ابنه أبو جندل هذا. نعم، كان أول واحد ما سمع هرب راح عند أبو بصير. نعم. فجعلنا نقطع طريق التجارة على قريش فلا نظفر بأحد منهم. لا نقطع التجارة على طريق قريش. جميل، يعني ما قالوا والله ولي الأمر لم يسمح بهذا ولا نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ولي الأمر نستأذنه بقطع الطريق. خلاص، شيء لمصلحة المسلمين، في جهاد في سبيل الله مع محاربين كفار، ما في إذن ولي أمر. شو إذن ولي أمر هذا كلام فاضي، هذا مع وجود ولي أمر طبعا. فهذا أيوه، هذا عندك في نصوص السيرة وأكثر منها طبعا. هذا موقف بس إنه لا ينتظر المجاهد في سبيل الله لبقاتل الحربيين إذن ولي أمر، ما في إذن ولي أمر في هذا الموضوع. بقاتل الحربي هذا قاعد وبدافع عن المسلمين وبدافع عن أرض المسلمين مثلا أو غيره، هذا ولي الأمر هنا ما في له إذن. نعم. فلا نظفر بأحد منهم إلا قتلناه ولا تمر بنا عير لها إلا أخذناها. كيف قتلوا قطع طريق. نعم. وقد اشتد ساعدنا وقويت شوكتنا كثروا. نعم. وغدونا في حلوق قريش نقض مضاجعها ونبث الذعر في قوافلها. نعم. حتى ضاقت بنا ذرعا وأعيتها الحيل في أمرنا، فكتبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله بأرحامها أن يدعونا إليه وتعلن له أنها نزلت عن شرطها المتعلق بنا. بس هم الاثنين يعني لا، شو اثنين، صاروا مجموعة كبيرة، كل واحد بهرب من قريش بروح، ما بروح عند النبي صلى الله عليه وسلم عشان العهد، بروح عند أبو بصير، تجمعوا صاروا زي كأنه مخيم. نعم. قال أبو جندل صاحب أبي بصير وفيما نحن كذلك وصلنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون فيه إلى القدوم عليه. شو قال لك فوق أول سطرين حتى بلغنا نحو من 70 رجلا. صح. نعم. كم. وكان يومئذ أخي أبو بصير مريضا مرض الموت، فأعطيته كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى شفتيه وقبله الله، ثم فاضت روحه وهو يقول اقرأوا عني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوريناه ترابه هناك ولحقنا برسول الله صلوات الله عليه رضي الله عن مسعر الحرب أبي بصير، فقد عاش معذبا في سبيل الله ومات مشردا في سبيل الله. في سبيل الله وإن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة. زيد بن سعنة. نعم. اعتنق ابن سعنة الإسلام بعد تأمل وتتبع لأخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. جلس زيد بن سعنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود هذا بس الملاحظة اللي قبل شوي حكينا، هاي كتاب 12 كان هذا موجود مرة جبت لكم إياه، كأني مجلدات صغيرة، مش مجلدات، كتيبات صغيرة. كان يصدر إيش مجلد ويقرر على المدارس. فهي شوف كتب لك لأنه جمعوه في مجلدين، كان كل كتاب لحاله كتيب صغير. نعم. جلس زيد بن سعنة مع طائفة من كبار أحبار اليهود علماء اليهود يستمعون إلى حديث حبر من عظماء أحبارهم يقال له ابن الهيبان. نعم. وكان ابن الهيبان هذا قد وفد عليهم من ديار الشام وعزم على الإقامة عندهم في يثرب. يا سلام. نعم. فأخذ زيد بن سعنة بروعة حديث الحبر وصدق لهجته وحرارة إيمانه وساعة اطلاعه على التوراة، لكنه كان وهو يصغي إليه يسائل نفسه عن الأسباب التي جعلت هذا الحبر يهجر بلاد الجنات المعروشة والظلال الوارفة والمياه المتدفقة، ودفعته إلى قطع المسافات البعيدة ليقضي بقية حياته في يثرب نائيا عن الأهل والوطن،
بعيدا عن العشير والسكن. فما إن انتهى ابن الهيبان من كلامه حتى بدره زيد بن سعنة قائلا: أيها الحبر الجليل، لقد نزلت في ديارنا سهلا وستلقى بنا أهلا، ولكن ما الذي حملك على أن تترك ديار الشام التي تكثر كتبنا المقدسة من الحديث عن اعتدال أهوائها وعذوبة مائها وجمال رياضها وكثرة خيراتها؟ أفهناك من يصدكم عن دينكم أو يحول دونكم ودون إقامة شعائركم؟ فقال الحبر: والله إن ديار الشام لكما وصفت وأكثر مما وصفت، طيب ماء واعتدال أهواء ووفرة خير، ونحن فيها آمنون مطمئنون، وإنما أخرجني منها ترقب ظهور نبي أطل زمانه وآن أوانه، وجعلت بلدتكم الطيبة هذه مكان هجرته ومنطلق دعوته. ولحد الآن في التوراة والإنجيل إذا سميناها آيات إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لحد الآن موجودة. وقلنا أكثر مرة افتح اليوتيوب واكتب اليهود ينشدون اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، تلاقي يعني مسجلين صوتهم وما بيقرأوا في التوراة ومكتوب محمدين، يعني محمد حاطين يمين بعدها محمدين، موجود اسمه في التوراة لحد الآن صلى الله عليه وسلم. هذا تعرفه اليهود وتعرفه النصارى، موجود لحد الآن. فما لك أيامهم كانوا ينتظروا الموعد. نعم. فقال زيد بن سعنة: أتعني به ذلك النبي العربي الذي نجده في كتبنا ونبشر به أبناءنا؟ فقال: ما عنيت إلا هو. ثم طفق الحبر يحدث القوم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر ما يتحلى به من علامات النبوة، ويخص اليهود على اتباع ويحض اليهود على اتباعه، ويمنيهم بالخير إذا هم آمنوا به ونصروه، وينذرهم بالشر إذا هم أعرضوا عنه وخذلوه. لكن ابن الهيبان ما لبث كثيرا حتى وافاه الأجل، فمات قبل أن يتحقق حلمه في رؤية النبي المنتظر والتملي من دعوته والإيمان بنبوته والفوز بنصرته. لم يمض غير قليل على وفاة ابن الهيبان حتى طفقت الأخبار تترى على يثرب يعني وراء بعض بظهور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وتزايد أتباعه يوما بعد يوم وصبرهم على الأذى في سبيله وسبيل ما جاءهم به من الحق. فهب زيد بن سعنة يذكر قومه من اليهود بما كان يحدثهم به ابن الهيبان ويدعوهم إلى تقصي خبر يعني بحث أو استجلاب أخبارنا، تقصي خبر هذا النبي الذي كانوا يتباشرون بظهوره ويهددون به العرب كلما ألحقوا بهم أذى أو نالوهم بشر، وطفق يحضهم على المبادرة إليه والإيمان به قبل أن يسبقهم أحد إلى هذا الخير العظيم. لكن زيدا لم يبق من قومه اليهود إلا الإعراض والصد، ثم بدأ يشعر بنار الحقد التي جعلت تنهش أكبادهم حسدا لهذا النبي الذي أخذ نجمه يعلو وطفقت دعوته فتألق. ثم جعلت الأيام تمضي سراعا والأحداث تترى اتباعا، فإذا بقوافل المؤمنين المهاجرين من مكة تنزل في يثرب على الرحب والسعة، فتلقى بالأهل أهلا وبالإخوان إخوانا، وإذا بالبشائر تغمر المدينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إليها مع صفيه وخليله أبي بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا فضجت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اتخذوا خليل، أن الله اتخذوا خليل، لكن يعني هو من باب شدة محبة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم. فضجت يثرب بالفرحة وتألقت بالبهجة، وخرج الناس زرافات ووحدانا لاستقبال نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فازداد اليهود غما على غم وشحنت صدورهم حقدا على حقد. لكن زيد بن سعنة كان له شأن آخر، فلنترك له الكلام ليروي لنا قصته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال زيد بن سعنة: لقد تأملت هذا القادم محمد بن عبد الله أشد التأمل وأعمقه، وتتبعته أدق التتبع وأقصاه، فلم تبق لدي علامة من علامات النبوة إلا رأيتها فيه وعرفتها في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن تحريته وأطلت النظر إليه، إلا اثنتين لم أقف عليهما عنده. أولاهما أنه يسبق حلمه جهله، وثانيتهما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا سماحة ولمنة، فجعلت أبحث عن هاتين العلامتين حتى وجدتهما فيه. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل من البداة ووقف إلى جانبه راكبا راحلته وقال: يا رسول الله، إن لي جماعة في قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام، وكنت قلت لهم إن أسلموا أفاض الله عليهم من خيره وأتاهم الرزق رغدا، فما لبث أن أصابهم قحط شديد مهلك وجدب من الغيث مضن،
وأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا في غيره كما دخلوا طمعا فيه، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب نظرة يسأله بها عما لديه من المال، فقال علي: لم يبق لدي مما جاءنا شيء يا رسول الله. قال زيد بن سعنة: فاغتنمت هذه الفرصة ودنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل محدود بكذا وكذا من المال؟ قال: نعم. فأطلقت كيس نقودي وأخرجت منه 80 مثقالا من ذهب ودفعتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاها الرجل وقال: أغث جماعتك بهذا المال واعدل بينهم. قال زيد بن سعنة: فلما بقي على حلول الأجل يومان أو ثلاثة أيام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر من أصحابه وقد خرجوا للصلاة على جنازة أحد المسلمين. فلما قضوا صلاتهم دنا النبي صلى الله عليه وسلم من جدار ليجلس إليه، فأتيته وأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما عرفتم بني عبد المطلب إلا مماطلين في أداء الحقوق، وإني لأعلم الناس بسوء طباعكم. ثم نظرت إلى من حوله فإذا عينا عمر بن الخطاب تجران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رماني ببصره وقال: أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ والذي نفسي بيده لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لضربت بسيفي رأسك. أما الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلي في سكون وتأودة، ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر، لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، فلقد كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. ثم قال له: اذهب يا بعيدا هذا عن الموقف النبوي العظيم الشريف، هذا احنا لازم ننتبه له، عشان مثلا قريب حبيب أو صديق يعني خليل إليك تلاقيه لما يحصل مع موقف مع طرف ثالث تقف تنصره على الباطل، وهذا غلط. لازم نتعلم هذا الأدب النبوي اللي بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد لعمر رضي الله عنه، إنه أنت لو وجدتني أنا مقصر في شيء وأوقف بالحق، واطلب مني إني أؤدي الحق اللي علي، مش توقف معي حتى على الباطل. شوف كيف يعلمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق. احنا أحيانا نتجاوز مع الأقارب، مثلا إذا قريبي كان مقصر بشيء تلاقيني لا بوقف، وخاصة في مواضيع ايش؟ الخصامات الزوجية لما يصير طلاق يفجرون في الخصام، صفات المنافقين. لا، إذا قريبك سواء أخ أو أخت هو اللي مخطئ، لا أنت لازم توقف له، أنت حد. نعم، توقف بالعدل والحق والإنصاف، مش لأنه أخوي أنا بوقف أو أختي بوقف ضد زوجها أو ضد زوج مرته، لا، الحق والإنصاف والعدل. ولا يهمك كلام الناس، لأنك أنت هتقف عند الله عز وجل وتحاسب على هذا. فانتبه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنه مش لأني أنا رسول الله أنت تحبني، لا، لازم أمرتني بالأداء، حسن الأداء، وأمرته بحسن الطلب. نعم. ثم قال له: اذهب به يا عمر فأعطيه حقه وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما رعته. فسكنت خوفت لأنه بيضرب بالسيف. نعم. فسكنت نفس عمر، ثم ذهب بي وأعطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. الله أكبر. فقلت: ما لي من حق في هذه الزيادة يا عمر؟ فقال: أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعطيها لك جزاء ما رعتك فخذها. فقلت: أو تعرفني يا عمر؟ فقال: لا. فقلت: أنا زيد بن سعنة. فقال: الحبر؟ فقلت: نعم. فقال: فما دعاك إلى أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وأن تقول له ما قلت؟ فقلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا 2 لم أجدهما فيه، أولاهما أنه يسبق حلمه جهله، وثانيتهما أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد وجدتهما الآن. فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهذا دليل أن عمر ملهم. شو قال له أصلا في ضمن الكلام على ما يذكر هون في الكتاب؟ فهو الذي نفسي بيده لولا ما أحاذر من تفويت فرصة الإيمان عليك لضربت زيد. كأنه يعني عجيب عمر، يعني يتكلم على لسانه ملك. يعني يشعر أنه هذا لا، بدي أعطيك فرصة أنك تسلم، وأسلم فعلا. يعني كأنه عمر سبحان الله، يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم محدث ملهم. نعم. وأن شطر مالي صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر: بل قل على بعضهم فإنك لا تساعد جميعا. فقلت: على بعضهم. فقيه رضي الله عنه. ثم رجع عمر بن الخطاب وزيد بن سعنة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرجعكما؟ فقال زيد: لقد رجعت لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله، وأنك صفوة أنبيائه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم. نحكي عن فقيه عمر، نحكي عن فقيه عبد الله بن عمر، نختم به إن شاء الله. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الإمام. كان عبد الله بن عمر شابا معلق القلب بالمساجد. نعم، يعني من إيش؟ من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. عبد الله بن عمر. وما أدراك ما عبد الله بن عمر؟ أما أبوه فهو أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما أمه فهي السيدة الرصان الرزان زينب بنت مظعون رضي الله عنها. وأما أخته فهي حفصة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ولد عبد الله بن عمر في مكة المكرمة، وأسلم وهو صغير، وربي في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشأ في أكناف الإسلام. ولم يدنس بجاهلية، ولم يوصم بعبادة صنم. ثم هاجر مع أبيه إلى المدينة قبل أن يبلغ الحلم، وقد كان له يوم بدر 12 سنة وبضعة أشهر. فجاء مع نفر من أترابه الصغار يرجون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالخروج معه، فأذن لبعضهم ورد بعضهم الآخر لصغر سنهم. وكان عبد الله بن عمر في جملة من ردهم. فعاد. دائما كنت انبه لما نمر على هذه المواقف نشوف عمره 12 سنه بده يجاهد، هو جاي يجاهد، مش حدا قايل له تعال جاهد. عمره 12 سنه، يسموها صف سادس ولا خامس؟ سادس بده يجاهد، يعني يحمل سيف بجوز اطول منه بهالزمن ويخش على دم وقطع رؤوسه، وهو عارف عاقل فاهم شو بده يسوي. يعني انا بقول لك ايش توجيهي وتعامل معه انه ولد صغير، لساته ولد، احنا اللي صغرنا اولادنا، نسال الله العافيه. فعاد الفتية الأخيار أبرار يبكون لأنهم شوف لوين يعني حتى تعلقهم بالجهاد، وعارف إنه الواحد يموت ببكي، كيف أنا ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم يخليني أجاهد؟ نعم. لأنهم حرموا مما كانت تطمح إليه نفوسهم الكبيرة من شرف الجهاد مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي يوم أحد أصبح لعبد الله بن عمر 13 سنة وبضعة أشهر. 13 سنة، نعم. فجاء إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعه أترابه يستأذنونه في أن يخرجوا معه إلى الجهاد، فنظر إليهم نظرة مستأنية، ثم اختبرهم واحدا، وقبل منهم من قبل ورد منهم من رد. نعم. وكان في جملة المردودين عبد الله بن عمر. فعادوا وهم يبكون. يعني يا ريت انه الله يا رب يرزقنا هذا الكتاب اللي كاتبه في الحاشيه، لما قال قبل بعضهم رد بعض، شو كاتب لك؟ انظر الامتحانات عند المسلمين في كتاب فن الامتحانات بين الطالب والمعلم للمؤلف اللي هو عبد الرحمن رأفت باشا. رسول الله يرزقنا مثل هذه الامور اللي يشوف من امثال هؤلاء، يعني بيأسلم لك كل شيء اللي الان سووه غربي، كل شيء سووه غربي الان للاسف. غربوا التعليم وغربوا التربيه وغربوا الافكار والفلسفه وغربوا حتى الدين بغربوه. هذا لا الله يرحمه هذا الدكتور عبد الرحمن رأفت باشا بيأسلم لك كل شيء تصور، يعني حتى بيستفيد من خبرات الغرب لكن بيجيب الصوره الاسلاميه الصحيحه. فاظن انه هذا الكتاب اسال الله ان يرزقنا اياه اذا وجد ومطبوع، فن الامتحانات بين الطالب والمعلم. طيب انه كيف كان يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء؟ نعم. فعادوا وهم يبكون لأن صغر أعمارهم قد حال دونهم ودون الجهاد في سبيل الله. وفي يوم الخندق أصبح لعبد الله بن عمر 15 سنة، فجاء هو وطائفة من أترابه يجرون سيوفهم على الأرض ويمدون قاماتهم إلى أعلى، ويسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن لهم بالجهاد، فإذن لهم هذه المرة. خلاص بالغ عاقل هذا، حتى لو ما ظهرت علامات بلوغ يكفي أنه عمره 15 سنة هجري، احنا مسلمين طبعا والكلام بالهجري، فيؤذن له مباشرة بالغ العقل. نعم. عند ذلك غمرتهم الفرحة وفاض على وجوههم السرور وطفح عليها البشر، ثم شهد بعد ذلك سائر الغزوات التي غزاها المسلمون، ودخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وكان يومئذ في 20 من عمره. فلما أبصره النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم، رفق يثني عليه ويقول: إن عبد الله وإن عبد الله. وقد كان عبد الله بن عمر مثالا فريدا للشاب الذي نشأ في طاعة الله، حتى قيل إن أملك شباب قريش لنفسه عبد الله بن عمر. نعم، يعني بيملك نفسه، ما بيمشي وراء شهواته مثل بعض الشباب ولا غروة. فقد كان شابا معلق القلب بالمساجد، فالمسجد دار إقامته إذا أراد الراحة، والمسجد محل عبادته إذا رام العبادة. حدث عن نفسه قال: كان رجل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤية قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رؤيا نعم
مش رؤية صح؟ طبعا. قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت أنا إذن غلاما شابا عزبا، وكنت أنام في المسجد النبوي، فرأيت في النوم ما كأن ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار، وإذا للنار قرنان، وإذا بي أرى فيها ناسا قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيني ملك آخر فقال لا بأس عليك فإنك لن تراع. فقصصت رؤياي على أختي أم المؤمنين حفصة، لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقصتها على الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فما إن سمع ذلك حتى عقد العزم على أن لا ينام من الليل إلا قليلا، فكان إذا أسلم الناس جنوبهم إلى المضاجع يصلي ما يشاء الله أن يصلي، ثم يصير إلى الفراش فيغفو إغفاءة الطائر، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، ثم يغفو إغفاءة الطائر، وكان يفعل ذلك في الليل 4 مرات أو 5 مرات. نعم. وشو قاعد بربط لك بين ليش هذا الشاب مالك نفسه وما بمشور شهواته؟ لأنه إنسان كان دائما في المسجد، اعتكاف في المسجد والنظر للعباد، وهو انشغاله بالذكر والعبادة. هذا من الأمور اللي تكبح جماح الشهوة وتجعل الإنسان يضبط نفسه وعنده جلد. هذا هو اللي يريد يشير إليه، الله يرحمه ويرضى عنه. فهذا إذا جاز التعبير أحد الحلول اللي لا يقبل عليها الشباب في قضية ضبط نفسه، ويكون يعني يملك نفسه ولا يسير وراء الشهوات ولا تذهب به يمنة ويسرة من الأفكار و يعني المغريات إذا جاز التعبير. طيب، ثم قال ولقد شهد كرام الصحابة لعبد الله بن عمر بالصلاح، وصدق الفتى العمري شهادتهم فيه وحققها بأفعاله. فقد روي عن جابر أنه قال ما منا من أحد أدرك الدنيا إلا ومالك به ومالغ بها غير عبد الله بن عمر ابن أبو رضي الله عنهما. نعم. ولما لحق عمر بن الخطاب رضوان الله عليه بالرفيق الأعلى وآلت الخلافة إلى ذي النورين عثمان بن عفان، أراد أن يكل أمر القضاء إلى عبد الله بن عمر، فقال له اقض بين الناس يا عبد الله، فإنك من أفقه المسلمين بدين الله وأوسعهم برواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى ذلك أشد الإباء وقال لا أقضي بين 2 ولا أؤم 2. فقال إن أباك كان يقضي بين الناس والرسول صلى الله عليه وسلم حي، فما يمنعك أنت؟ فقال إن أبي كان يقضي، فإذا أشكل عليه شيء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء سأل جبريل عليه السلام، وإني لا أجد أحدا أسأله. ثم قال له أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟ فقال بلى لقد سمعته. فقال إني أعوذ بالله أن تستعملني على القضاء. فعفاه عثمان بن عفان من ذلك وقال له لا تخبر بهذا أحدا، فالمسلمون بحاجة لمن يقضي بينهم بالعدل. الله أكبر. ولم يكن الآن فرق بين اللي يتولوا المناصب وبركضوا لها وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهم دائما يحكي فهم الصحابة لازم تقرأ سيرتهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عشان تعرف الدين على حقيقته بعد ما حرف على ألسنة من يدعون مشايخ أو يدعون علماء. فشوف كيف إباء القضاء إباء للإمامة حتى الآن يتسابق عليها الناس مع الجهل المطبق، فرق بينهم ومع العلم العظيم اللي عنده، مع ذلك يأبى أن يقضي ويأبى أن يؤم الناس. نسأل الله العافية. نعم. ولم يكن عبد الله بن عمر عابدا زاهدا، عبد الله بن عمر نعم عابدا زاهدا فحسب، وإنما كان مع ذلك جنديا مجاهدا. فغزا مع جيوش المسلمين. مر معنا قبل شوي لما كان هو صغير بده يجاهد. نعم. فغزا مع جيوش المسلمين من الشام والعراق والبصرة وفارس، وشهد مع عمرو بن العاص فتح مصر وقام فيها مصر وكاتب مصر. ما بصير وقام فيها ردحا من الزمن، فروى عنه الحديث ما يزيد على 40 من أهلها. نعم. ولما ثارت الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، جعل بعض الناس يلتمسون للخلافة رجلا غيرهما، فتوجه نفر من ذوي الحل والعقد إلى عبد الله بن عمر وقالوا هات يدك نبايع لك، فإنك سيد العرب وابن سيدها وخير الناس وابن خير الناس. فقال ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس، ولكني عبد من عباد الله أرجو الله وأخافه، والله لا تزالون تطرون الرجل حتى تهلكوه، وإذا بايعتموني أنتم فكيف أصنع بأهل المشرق؟ قالوا يبايعونك أو تقاتلهم حتى يدينوا لك بالولاء. فقال والله ما أحب أن الخلافة دانت لي 70 سنة وأنه قتل بسبب رجل واحد من المسلمين. بس شوف كيف لا تزالون تطرون، يعني تمدحوا الرجل حتى تهلكوه. الآن أسهل شيء عندنا المدح، وغالبه على كذب كمان إلا من رحم ربك. أقول كيف ليش تمدحوا؟ ما تمدحوا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه. نعم. ولقد ظل قلب عبد الله بن شوف حرمة دماء المسلمين كيف طوال حياته. ما بديش استنى 70 سنة ولا يسألني ربني عن دم واحد. نعم. ولقد ظل قلب عبد الله بن عمر طوال حياته معلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يهتدي بهديه ويقتدي بفعله،
ويسلك مسالكه ويحفظ ما يسمعه منه ويعض عليه بالنواجذ. وما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمه مرة إلا بكى لفراقه، وقد كان إلى ذلك شديد الخشية من الله، وكانت عيناه تفيضان من الدمع لقراءة القرآن، فما تلا قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا غلب عليه البكاء. وفي ذات مرة قرأ عبيد الله بن عميرة أمامه قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فجعل يبكي أشد البكاء ويذرف ساخي الدمع حتى تبلل ثيابه، وكاد البكاء يقطع نياط قلبه. وكان في المجلس رجل فأشفق عليه حتى هم بأن يقوم إلى القارئ ويقول له أقصر فإنك قد آذيت الشيخ. وقد كان كثير من طلاب المعرفة يكتبون إليه راغبين في أن يزودهم بخالص نصحه وثمين إرشاده، فكان يجيبهم عن طلبهم بكلمات باقيات على الدهر. من ذلك أن أحدهم بعث إليه يقول اكتب لي يا أبا عبد الرحمن بالدين كله، فكتب إليه يقول إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين خميص البطن من أموالهم كاف اللسان عن عرضهم لازما لأمر جماعة المسلمين فافعل. وقد جعل عبد الله بن عمر دأبه كله في إطعام الطعام وبر المساكين والأيتام، حتى رويت عنه في ذلك أخبار كثيرة وذكرت له فيه آثار وفيرة. من ذلك أنه اشتهى ذات مرة سمكة، فبحثت امرأته صفية عن سمكة حتى وقعت عليها، ثم صنعتها فأحسنت صنعها، ثم قربتها إليه، فسمع نداء مسكين على الباب فقال ادفعوا السمكة إليه. فقالت صفية نشدتك والله أن تقوي نفسك بشيء منها، فقال ادفعوها إليه. فقالت نحن نرضيه بدلا منها. وقالت للسائل إنه قد اشتهى هذه السمكة، فقال وأنا والله اشتهيها أيضا، فاشترتها منه بدينار وأرضته ثم قالت لزوجها إن قد أرضينا السائل وأجزلنا عطيته. فقالت له هل أرضوك ورضيت؟ فقال له هل أرضوك ورضيت وأخذت الثمن؟ فقال نعم. فالتفت إليه وقال الآن ادفعوها إليه. الله أكبر. برضو الشيخ. وقد عتبت امرأته في أمر هزاله، فقيل لها يعني ضعف بدنا يعني. أما ترفقين بهذا الشيخ؟ فقالت وما أصنع به؟ والله ما أعددت له طعاما إلا دعا إليه من يأكله، فأرسلت إلى المساكين الذين كانوا يجلسون في طريقه إذا خرج من المسجد وأطعمتهم، وقلت لهم لا تجلسوا في طريقه. الله أكبر. فلما جاء إلى بيته قال أرسلوا طعاما إلى فلان وفلان، فقلت لقد أرسلنا إليهم بما تريد وأكثر مما تريد. فقال بل إنكم أردتم ألا أتعشى الليلة، ثم نهض ولم يأكل شيئا. ولقد كان عبد الله بن عمر إلى ذلك كله يتقرب إلى الله عز وجل بكل وسيلة، فما استحسنت نفسه شيئا من مال أو متاع إلا وتصدق به. وقد عرف أرقاؤه ذلك فجعلوا يحتالون به عليه، فإذا طاقت نفس أحدهم إلى العتق شمر عن ساعديه للعبادة ولزم المسجد، فإذا رآه على هذه الحال استحسنها منه وأعتقه، فيقول له أصحابه يا أبا عبد الرحمن إنهم يريدون أن يخدعوك بعبادتهم هذه، فيقول من خدعنا بالله إن خدعنا له. الله أكبر. مش مشكلة مش بالله، مش مشكلة خدعنا. والرد عجيب. ولقد كان في كثير من الأحيان لا يكتفي بعتاق العبد، وإنما يغدق عليه من المال ما ييسر له سبل العيشة الراضية. من ذلك ما أخبر به عبد الله بن دينار قال خرجت مع عبد الله بن عمر إلى مكة نبتغي العمرة، فعرسنا في بعض الطريق. كلمة عرسنا يعني أخذنا جانب الطريق ونمنا بالليل على جانب الطريق. نعم. فانحدر علينا خيمنا بالليل يعني. نعم. فانحدر علينا راع من الجبل، فأراد ابن عمر أن يختبره فقال أمملوك أنت؟ قال نعم. قال بعني شاة من الغنم، وإذا سألك سيدك عنها فقل أكلها الذئب. فقال وأين الله عز وجل؟ فبكى عبد الله بن عمر وقال نعم أين الله عز وجل؟ ثم بعث فشراه من مالكه وشرى له الغنم التي كان يرعاها وأعتقها. وأخيرا وليس آخرا، فقد كان عبد الله بن عمر جوادا لا تمسك يداه المال، فقد أتي مرة 29,000، فما قام من مجلسه حتى أنفقها كلها في سبيل الله وزادها. فجاءه بعض السائلين ولم يبق معه شيء، فاستدان مبلغا من واحد ممن أعطاهم، ثم دفع به إلى السائل. وبعد فلقد عاش عبد الله بن عمر حتى نيف على 80، فلما أتاه اليقين قال لبعض أصحابه ما آسى على شيء من الدنيا إلا على 3،
ظمأ الهواجر الصيام يعني كان ومكابدة الليل. يحب انه ايش يعني يصوم اكثر. نعم. مكابدة طمع الليل، الهواجر. يقوم الليل اكثر. ومكابدة الليل، وأني لم أقاتل أهل الفتنة. نعم. رضي لما الله صارت عن الفتنة الصحابي بين- الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلقد عاش برا تقيا ومات زاهدا عابدا. نعم رضي الله عنه وارضاه. حتى قبل ما نختم، معروف عقيدة أهل السنة والجماعة، أين الله؟ في السماء. بس أين الله هو هي المطلوبة. أين الله الرقيب، أين الله الحسيب، أين الله السميع البصير. هذا المطلوب أكثر من الجدالات اللي مع أهل البدع في أين الله في السماء فوق العرش سبحانه وتعالى. هذا قد أهل السنة، لكن المطلوب أثر هذه العقيدة حقيقية في القلب، إن الله فوقك عال دان في علوه سبحانه وتعالى، يعني هو قريب مع علوه سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب، تستشعر هذه العقيدة، مش بس مناكفات مع البدع. فأين الله من أفعالك وأعمالك، وهو يبصرك وأنت تعلم أنه سبحانه وتعالى على عرشه استوى كما قال سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما وعملا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.